تخيل اللي في الصورة ده كان مسافر بره البلد وفجأة رجع مصر لقى مراته مرمية على الأرض وهي بدون ملابس، ولما قرب منها اكتشف إنها ميتة فاتصدم وبلغ البوليس فورا. ولما البوليس يجي بيكتشف مصايب كتير في الست دي، ومن كتر المصايب دي القضية كانت متعقدة جدا، ولكن بسبب السائل المنوي القضية بتتغير 180 درجة وبيتعرف تفاصيل مستحيل حد يتخيلها، وكل كوم ورد فعل جوزها ده كوم تاني. ايه هي المصايب اللي عملتها الست دي، وايه اللي دخل السائل المنوي في الموضوع؟ كل ده هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. صلى على النبي وتعالى نبدأ. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة ده اسمه عادل عبد الله، عنده 24 سنة ومن محافظة اسيوط. عادل كان شاب طموح جدا، علشان كده من وهو صغير كان بيعتمد على نفسه وبينزل يشتغل في القاهرة، علشان فرص الشغل في القاهرة اعلى بكتير من اي محافظات تانية. واللي كان بيجيب لعادل الشغل ده هو ابن عمه صابر اللي كان عايش في القاهرة، وصابر ده كان اكبر من عادل ب6 سنين، ولكن كانوا هما الاتنين اصحاب جدا، وعادل كان بيعتبر صابر ده مثله الأعلى. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة لحد ما في مرة عادل يظهر قدامه فرصة شغل بره مصر، وتحديدا في دولة الكويت. وبالمناسبة أحلى تحية لكل متابعيني من الكويت. المهم عادل لما يصدق الفرصة دي تيجي قدامه وفورا يبدأ يطلع الباسبور ويجهز كل الأوراق المطلوبة وقدم ورقه علشان يسافر، وعمل كل ده من غير ما صابر ابن عمه يعرف أي حاجة، مع إن صابر كان قايل له إن هو نفسه يشتغل بره، وعادل فضل مخبي الموضوع ده علشان الدنيا تمشي. علشان كده لما صابر يعرف بالصدفة ان ابن عمه مسافر الكويت يزعل جدا منه ويقول له انت ما قلتليش ليه؟ فعادل قال له معلش الموضوع كله جه بسرعة وورا بعضه. وبعد وقت قصير فعلا عادل يسافر الكويت، واول ما وصل هناك تعب شوية لان فيزة الشغل بتاعته كان فيها مشاكل، ولكن الكفيل بتاعه حلله كل المشاكل دي. وبعد كده ربنا رزقه من وسع واشتغل في مطعم بمرتب حلو. وساعتها عادل كان ذكي جدا وبيتعلم اي حاجة تخص الاكل، لدرجة ان هو كان شغال في الاول بيغسل اطباق، وبعد كده اترقى وبقى مساعد شيف، وبعد سنتين بقى هو الشيف الرئيسي بتاع المطعم ده. وساعتها عادل كان بياخد مرتب كبير جدا، وكان بيحوش اغلب المرتب ده علشان لما ينزل مصر يشتري شقة تمليك ويجهزها ويتجوز فيها. ولكن للأسف عادل لما الفلوس كترت معاه ما قدرش يستحمل ولا يمسك نفسه، ومارس كذا مرة فعل محرم بمقابل مادي، بس في كل مرة كان بيعمل كده كان بيرجع لربنا ويتوب. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة لحد ما عادل قرر ان هو ما يعملش الفعل المحرم ده تاني، وياخد اجازة شهر من الشغل وينزل مصر يدور على عروسة مناسبة علشان يتجوزها ويعف نفسه. وهنا بقى كانت المشكلة، لان عادل بسبب الافعال المحرمه اللي عملها قبل كده بقى ما عندوش ثقه في اي بنت. علشان كده عادل فضل مده كبيره يدور على عروسه ولكن ملقاش، واخر ما زهق بدا يكلم اصحابه وقرايبه على اساس لو حد عنده بنت محترمه يتجوزها. وساعتها جابوا له كذا عروسه محترمه بس شكلهم ما كانش حلو قوي، فعادل كان بيرفض لانه كان نفسه يتجوز عروسه شكلها حلو وبيضه. وفضل الحال ده مستمر كده لحد قبل الاجازه بتاعته ما تنتهي ب5 ايام. ساعتها عادل شاف واحدة شكلها حلو وبشرتها بيضة، وكمان بص على ايديها ملقاهاش لابسة دبلة، ففرح جدا لان غالبا كده البنت دي مش مخطوبة، وفوق كل ده كان باين عليها انها صغيرة في السن. علشان كده عادل فضل يمشي وراها علشان يعرف بيتها فين، وبعد ما وصل المنطقة بتاعتها وعرف بيتها بدأ يسأل عليها من بعيد لبعيد، وعرف ان اسمها نادية وعندها 20 سنة ومش مخطوبة، وابوها وامها ناس محترمين جدا وفي حالهم طول الوقت. فساعتها عادل يطمن وياخد رقم ابو نادية من الجيران ويكلمه في التليفون ويعرفه على نفسه، وكمان ياخد منه ميعاد علشان يقابله. فابو نادية اللي هو اسمه الحاج حسين لما عرف ان عادل شغال في الكويت وحالته متيسرة رحب جدا بالموضوع، واتفق ان هو يجي البيت عنده علشان يتعرفوا على بعض اكتر. وتاني يوم على طول عادل ياخد ابن عمه صابر علشان يروح معاه في قعدة التعارف وما يبقاش لوحده. وساعتها عادل اول ما بيقعد مع
نادية ويتعرف عليها بيحس براحة نفسية من ناحيتها، ده لان نادية كانت عايشة في دور الواحدة المحترمة، مع ان هي عكس كده تماما زي ما هنشوف كمان شوية. المهم عادل لما لقى ان الدنيا تمام ومرتاح كلم الحاج حسين على اساس ان هو يقرا الفاتحة النهاردة ويجيب الشبكة بكرة ويعمل خطوبة على الضيق. فالحاج حسين قال له انت مستعجل كده ليه؟ ده احنا لسه عارفين بعض النهاردة. فعادل قال له اصلا انا عندي طيارة كمان 4 ايام، ولو سافرت من غير ما اخطب نادية كده يبقى انا هخطبها الاجازة الجاية اللي هي هتبقى بعد 6 شهور. فبصراحة انا مستعجل وخير البر عاجله، واحنا عندنا فترة خطوبة نبقى نتعرف على بعض كويس. فالحاج حسين رفض ان الخطوبة تتم بالسرعة دي، ولكن عادل مش بييأس وبيفضل يقنع في الحاج حسين لحد ما في الاخر اقتنع. وبعدها على طول عادل جاب اهله من اسيوط وخطب نادية، وقبل ما يسافر الكويت جاب لنادية موبايل جديد وغالي علشان يبقى يكلمها عليه ويتعرفوا على بعض اكتر واكتر. ويوم ورا يوم عادل بدأ يتعلق بنادية جدا، لدرجة ان من كتر حبه فيها كلم ابوها حسين ان هو يقدم ميعاد الجواز 6 شهور، يعني بدل ما تبقى الجوازة بعد سنة تبقى بعد 6 شهور. فساعتها الحاج حسين كان سأل على عيلة عادل كويس وعرف ان هم ناس محترمين جدا، علشان كده قال لعادل انه موافق يقدم ميعاد الجواز. وهنا هتبدأ تظهر كذا مشكلة لعادل. اول مشكلة ان هو معاه فلوس الشقة بس لسه ما اشتريهاش، وتاني مشكلة هي ان مين هيجيب له العفش ويفرش له الشقة وهو مش موجود. ساعتها عادل فضل يفكر هيعمل ايه في المشاكل دي لحد ما لقى حل ان هو يبعت فلوس لابوه في البلد، وكمان يعمل له توكيل في السفارة المصرية في الكويت علشان يشتري الشقة نيابة عنه ويكتبها باسم عادل. وفعلا الحاج عبد الله يشتري شقة حلوة جدا وواسعة، بس كانت محتاجة توضيب كتير. علشان كده عادل كلم ابن عمه صابر وقال له معلش هبعت لك فلوس تمسك لي موضوع التوضيب ده. فصابر قال له عيوني يا ابن عمي، هعمل لك كل حاجة انت عايزها. وهنا كانت بداية المصيبة، لان ساعتها بدأ يبقى في تواصل ما بين صابر ونادية خطيبة عادل، بحكم انها هي اللي كانت بتختار تفاصيل الشقة وصابر هو اللي كان بينفذ الشغل. وللأسف يوم ورا يوم صابر بدأ يعجب بنادية، بس ما كانش بيصارحها بأي حاجة لانه كان خايف من رد فعلها، ولكن كان بيلمح لها من بعيد لبعيد على اساس تفهم انه بيحبها. والمصيبة ان نادية بتفهم تلمحاته دي وبتستجيب ليها، ومرة في مرة بدأوا هما الاتنين يحبوا في بعض، وكأن عادل ده مش موجود في حياتهم ونسيوه خالص. وعلى الناحية التانية كان عادل طالع عينه وبيشتغل ليل ونهار علشان يجهز الشقة بتاعته احسن تجهيز، وكمان كان بيبعت لنادية مصروف كبير كل شهر علشان تصرف منه براحتها وتجيب اللي هي عايزاه. وللأسف ما كانش حاسس بالمصايب اللي بتحصل من وراه. ويوم ورا يوم الحب ما بين نادية وصابر اتطور جدا، لدرجة ان ساعات كان بيحصل ما بينهم تجاوزات في شقة عادل لما نادية كانت بتبقى موجودة علشان تختار تفاصيل الشقة. والتجاوزات دي ما كانتش كبيرة وكانت سطحية على الهدوم، وطبعا انا مش هينفع اوضح اكتر من كده، بس اكيد حضراتكم فاهمين. وساعتها نادية كانت بدأت تكره عادل جدا لانه بعيد عنها، وفي نفس الوقت ده حبها لصابر كان بيزيد اكتر واكتر، وطلبت من صابر انها بتفكر تفسخ الخطوبة من عادل وتتخطب ليه هو. فصابر قال لها لا طبعا اوعي تعملي كده، لان انا قدامي سنين كتير جدا عقبال ما احوش واجيب شقة واجهزها، وانا خايف لحسن اظلمك معايا وفي الاخر ما اقدرش اتجوزك. فافضل حاجة انك تفضلي مع عادل وتتجوزيه، وادينا هو مع بعض ومفيش حاجة هتفرقنا ابدا. وكده كده عادل لما يتجوزك مش هيقعد معاكي كتير وهيبقى مسافر اغلب الوقت، وساعتها نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. طبعا المفروض ان اي واحدة عندها دم وكرامة كانت اول ما تسمع الكلام ده تقطع علاقتها بيه، لان كده يعتبر صابر بيقول لها انت رخيصة وهنعيش مع بعض في الحرام. ولكن نادية ما كانش عندها كرامة خالص، وقالت له ماشي انا موافقة، اهم حاجة ان احنا نبقى مع بعض، لان فعلا انا حبيتك ومستعد اعمل علشانك اي حاجة. وفي نفس الوقت ده نادية لما كانت بتكلم عادل في التليفون كانت بتكلمه ببرود جدا وما كانتش بتقوله اي كلام حلو. ولما كان بيسألها انت ليه مش بتبادليني نفس المشاعر كانت بتقوله لما نتجوز نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. والمصيبة ان عادل كان بيصدقها وكمان كان بيقول عليها محترمة وبيتمسك بيها اكتر واكتر، وهي اصلا في الحقيقة خرباها مع صابر. ويفضل الحال ده مستمر لحد ما يعدي 6 شهور ويجي ميعاد الفرح.
الفرح، وعادل ينزل من الكويت ويبدأ يجهز نفسه للجواز وللفرح. وساعتها عادل لما لقى الشقة بتاعته متوضبة بشكل حلو وبضمير فضل يشكر في صابر ابن عمه وقال له انا لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي واحد في جدعنتك، لدرجة ان عادل ادى لصابر فلوس كتير جدا مقابل جدعنته دي. وبعد فترة قصيرة تتم الجوازة ما بين عادل ونادية، وفي اول كام يوم الدنيا كانت مستقرة جدا ما بين الاتنين، ده علشان نادية كانت بتحاول تعامل عادل حلو على قد ما تقدر عقبال ما الاجازة بتاعته تخلص ويسافر الكويت وتستريح منه. بس بالرغم التمثيل اللي كانت بتمثله الا انها برضو كان بيبان عليها، وعادل كان بيحس احيانا ببرود في مشاعرها ولكن كان بيطنش ويمشي الدنيا. وساعتها عادل كان مستعجل على الخلفة قوي، علشان كده بعد الجواز ب3 أسابيع خد نادية وراح كشف عليها عند الدكتور علشان يشوف حامل ولا لا. ولما ما لقاهاش حامل طلب من الدكتور ان هو يكشف عليها ويشوف سبب تأخير الحمل ده ايه. فالدكتور لما عرف منه ان هو لسه متجوز من 3 أسابيع كان هيتجنن، وقال له انت لسه متجوز فطبيعي جدا ان ما يحصلش حمل من اول شهر او شهرين او حتى سنة. فساعتها عادل صمم ان الدكتور يعمل فحوصات شاملة علشان يتأكد ان نادية سليمة ولا لا. وفعلا عملت الفحوصات وطلعت سليمة 100%. ولكن المفاجأة لما عادل عمل الفحوصات هو كمان طلع هو اللي عنده مشاكل في الخلفة وممكن ما يخلفش تاني اصلا. عادل اول ما سمع كده يتصدم وخبى التحليلات على مراته وما قالهاش ان العيب فيه هو، وبعد كده يسافر على الكويت ويكمل الكشف هناك ويكتشف ان هو مستحيل يخلف لانه عنده عقم وصعب يتعالج. وعلى الناحية التانية صابر كان بيروح لنادية البيت وبقى بيعمل معاها اي حاجة نفسه فيها، وبدل ما كان بيعمل الحاجة المحرمة دي سطحيا زي قبل الجواز بقى بيعمل علاقة محرمة كاملة. ويا ريته يكتفي بمرة او مرتين وبس، لا ده كان حرفيا بيروح لها كل يوم البيت وبيعمل معاها كده، تحس ان هو اللي كان متجوزها مش عادل ابن عمه. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة حوالي 5 شهور، وخلال المدة دي كلها نادية كانت محافظة على نفسها وبتاخد برشام منع الحمل، علشان كده ما حصلش حمل ولا حاجة. ولكن بعدها بشهر لما جوزها عادل نزل مصر بطلت تاخد البرشام ده على اساس انها تحمل من عادل. بس المشكلة ان عادل قعد مدة الاجازة بتاعته ومشي وبرضه ما حصلش حمل. فنادية ساعتها بدأت تشك ان عادل عنده مشكلة في الخلفة، ولما جت كلمته في التليفون وسألته هو انت عندك مشكلة في الخلفة ولا حاجة، فعادل قال لها لا طبعا انا تمام وما عنديش اي مشكلة. ولكن نادية حست من تهتهته في الكلام ان هو كذاب، بس برضه طنشت خالص لانه هو اصلا مش هاممها في حاجة، هي بس كانت عايزة تخلف علشان تبقى حاضنة وتاخد منه الشقة لو اتطلقت. وعلى الناحية التانية نادية كانت عايشة مع صابر في الحرام، والمصيبة بقى ان مع الوقت حب نادية لصابر اتحول لعشق. ولما عرفت ان صابر ربنا كرمه واشترى شقة ملك قالت له كذا مرة انها عايزة تتطلق من عادل وتتجوزه هو، ولكن صابر كان بيقول لها اوعي تعملي كده واستني لحد ما تخلفي منه وتطلقي وخدي منه الشقة وبعد كده نبقى نتجوز فيها انا وانتي. فنادية قالت له ما انت عندك شقة هو ممكن نتجوز فيها. فصابر قال لها لا انا مشتري الشقة دي تجاري علشان أأجرها واستفاد بفلوسها مش علشان أسكن واتجوز فيها. فساعتها نادية ما دخلش في دماغها الكلام بتاع صابر وحست ان هو بيتهرب منها ومش هيتجوزها في الآخر، وفي نفس الوقت هي كانت بتحبه وعايزة تتجوزه بأي طريقة. فبتفكيرها الغبي قالت انها تبطل تاخد برشام منع الحمل علشان تحمل من صابر وتحطه قدام الأمر الواقع. وفعلا بعد 3 شهور حست بتعب، ولما كشفت اكتشفت انها حامل، ففرحت انها عملت اللي في دماغها وحطت صابر قدام الامر الواقع. وتاني يوم بالليل لما صابر جالها في الشقة قالت له انها حامل، فصابر اتصدم اول ما سمع كده بس حاول يعمل نفسه عبيط وقال لها مبروك بس حامل من مين؟ فقالت له هو ايه اللي حامل من مين؟ حامل منك انت طبعا. فصابر اتعصب عليها وقال لها اللي في بطنك ده لازما ينزل. فنادية قالت له لا مش هنزله، ولما يجي عادل انا هعمل معاه مشكلة وهخليه يطلقني وبعد كده نتجوز انا وانت زي ما انت كنت وعدني. فصابر قال لها لا هتنزليه غصب عنك علشان لو ما نزلتهوش انا هنكر اي حاجة ولا كأني شفتك ولا اعرفك. فنادية قالت له مش هتعرف تنكر ولا حاجة لان في حاجة اسمها DNA هيثبت
ويثبت ان اللي في بطني ده يبقى ابنك انت، وكمان كده كده عادل شكله مش بيخلف. فتخيل بقى لما عادل يجي هقول له انك اعتديت عليا وعملت معايا علاقة غصب عني، وانت مش هتعرف تثبت ان انا كنت بعمل معاك كده بمزاجي، فبالتالي هسجنك بكل سهولة. ده غير ان عادل مش هيسيبك وممكن يقتلك. وبعد كده نادية حاولت تهدي الدنيا شوية وقالت له وليه نخش في كل الحوارات دي من الاول؟ انا بحبك وانت بتحبني، فافضل حاجة ان اتطلق من عادل واتجوزك. فصابر لما لقاها مصممة على موضوع الجواز ده وفي نفس الوقت حس ان هو قدام واحدة شمال من الدرجة الاولى، قال لها سيبيني افكر شوية وبعد كده هبقى ارد عليكي. فقالت له بسرعة علشان عادل نازل كمان اسبوعين، ولو حس باي حاجة كده يبقى احنا الاتنين هنروح في داهية. فساعتها صابر فضل يفكر هيعمل ايه في المصيبة اللي هو وقع نفسه فيها دي، فما لقاش قدامه غير حل واحد بس، وهو انه يتخلص من نادية. بس المشكلة بالنسبة له هيتخلص منها ازاي من غير ما يتمسك ولا يتقبض عليه. وفضل يفكر ويبحث لحد ما لقى طريقة شيطانية هتخليه يتخلص منها من غير ما يبذل مجهود ولا ينزل نقطة منها، وفي نفس الوقت الوفاة هتبان طبيعية. والمصيبة بقى ان هو بدأ ينفذ على طول قبل ما عادل ابن عمه ينزل. وتاني يوم راح لنادية الشقة وعمل معاها زي ما كل مرة بيعمل، وبعد كده استغل انها دخلت الحمام تاخد دش ودخل المطبخ، عمل ليهم هما الاتنين عصير وحط في الكوباية بتاعت نادية مادة مركزة جدا وظيفتها انها بتسحب المية من الجسم وبتعمل جفاف، والمادة دي شبه محظور استخدامها لانها بتسبب الوفاة لو اتاخدت بجرعات عالية ومركزة زي ما صابر عمل كده. وطبعا انا مش هينفع اقول اسم المادة دي ايه ولا هينفع اقول هي في برشام ايه علشان ما يبقاش بروج ليها. المهم نادية اول ما خرجت من الحمام كانت عطشانة جدا ولقت صابر قاعد بيشرب عصير وقدامه كوباية تانية، فتلقائي من غير ما يقول لها اشربي ولا حاجة هي من نفسها اخدت كوباية العصير وشربتها من نفسها. ويعدي يوم والتاني ونادية بدأت تحس بتعب جامد، وعلى اليوم التالت المية اللي في جسمها وفي أعضائها كانت جفت وبعدها على طول اتوفت. وفي نفس الوقت ده كان عادل بيتصل بيها علشان يقول لها إن هو نازل مصر، ولكن ما كانش في حد بيرد عليه خالص. وتاني يوم عادل ياخد الطيارة وينزل يقضي الأجازة بتاعته في مصر، وساعتها عادل كان فرحان إن هو أخد الأجازة وهيشوف مراته، وفي نفس الوقت كان زعلان وقلقان إنها ما كانتش بترد عليه خلال اليومين اللي فاتوا دول. وأول ما وصل الشقة وفتح الباب اتفاجئ إن مراته وقع على الأرض ومن غير هدوم وكانت تقريبا اتعفنت. فساعتها عادل اتصدم وما كانش مصدق نفسه اللي شايفه قدام عينيه ده، وفي نفس الوقت ما استحملش ريحة العفانة اللي كانت موجودة، فطلع فورا بره الشقة وقفل الباب وبلغ البوليس. وخلال وقت قصير جدا البوليس يجي ويلاقي عادل منهار من العياط، وكمان الجيران كانت اتلمت بس محدش فيهم دخل الشقة لان الريحة كانت صعبة جدا. فرجال الامن والطب الشرعي دخلوا الشقة ورفعوا الجثة وودوها للمشرحة علشان يشوفوا سبب الوفاة ايه. وفي نفس الوقت ده بدأوا يحققوا مع عادل لانهم كانوا شاكين فيه ان هو اللي عمل كده، ولكن لما عادل قال لهم ان هو لسه جاي من الكويت واتأكدوا من المطار اللي هو لسه واصل فعلا استبعدوه من دايرة الشك. وساعتها البوليس يلاحظ ان في بصمتين بس في الشقة، منهم بصمة بتاعت نادية والبصمة التانية كانت مجهولة ومش عارفينها بتاعت مين بالظبط. ولما جم يطبقوها بقاعدة البصمات الجنائية اللي عندهم ما لقوش ليها اثر، فبالتالي كان صعب جدا يعرفوا البصمة دي بتاعت مين لان المجرم نفسه ملهوش اي سابقة قبل كده. وفي نفس الوقت تقرير الطب الشرعي يطلع ويثبت ان نادية ماتت بسبب الجفاف الشديد واختلال توازن الاملاح في الجسم، فبالتالي ادى لفشل الاعضاء والوفاة. وكمان التقرير يوضح ان نادية كانت حامل في الشهر الرابع وانها عملت علاقة قبل ما تتوفى ب3 ايام. ساعتها رئيس المباحث يستغرب من المعلومة دي ويقول ازاي عملت علاقة وازاي حامل في الشهر الرابع وجوزها كان قايل ان هو بقاله 6 شهور بره البلد، يبقى اكيد نادية كانت بتخون جوزها والشخص ده هو اللي عمل فيها كده. علشان كده رئيس المباحث اتعمد يقول المعلومة دي قدام عادل علشان يشوف رد فعله ايه. ساعتها عادل اول ما سمع انها حامل اتصدم وقال لرئيس المباحث ازاي حامل وانا ما بخلفش وعندي عقم. فساعتها رئيس المباحث علشان يتأكد من كلامه يعمل تحليل DNA لعادل وللطفل اللي كان في بطن نادية، وفعلا تقرير DNA يثبت ان الجنين اللي في بطن نادية ده مش ابنه. ولكن في نفس الوقت التقرير يوضح نقطة مهمة جدا، وهي ان الحمض النووي بتاع الجنين متشابه
مشابه بنسبة 25% او اقل مع الحمض النووي بتاع عادل، وده معناه ان ابو الطفل اللي في بطن نادية يقرب لعادل بنسبة كبيرة. فرئيس المباحث يطلع ذكي وقال لعادل انت ليك قرايب كانوا ليهم صلة بمراتك نادية؟ فعادل قال له لا، مراتي نادية طول عمرها في حالها من ساعة ما اتجوزنا. وبعد كده عادل سكت وافتكر ان صابر كان بيكلم نادية ايام الخطوبة علشان كانوا بيجهزوا الشقة، فقال لرئيس المباحث على المعلومة دي. ساعتها رئيس المباحث يقول له عنوانه ايه، وفورا يطلع اذن نيابة ويروحوا يقبضوا عليه. واول حاجة عملوها ان هم اخدوا بصمات صابر وطبقوها بالبصمات المجهولة اللي كانت في الشقة، وطلعت هي. فصابر ساعتها حاول ينكر وقال ان هو كان بيروح يشوفها محتاجة حاجة ولا لا ويطمن عليها، وانه ملوش علاقة بالموضوع ده وعمره ما خان عادل. فساعتها رئيس المباحث يطلب من الطب الشرعي يعملوا تحليل سائل منوي لصابر ويطبقوه بالسائل المنوي اللي كان موجود في نادية، فيطلع متطابق وتتثبت عليه التهمة. وفي نفس الوقت عمل تحليل DNA لصابر وللجنين وطلع ابنه برضه. فصابر لما لقى الموضوع اتكشف خلاص اعترف بكل حاجة عملها وقال على كل التفاصيل اللي حصلت ما بينه وما بين نادية. ساعتها عادل اول ما عرف الكلام ده كله كان عايز يموته ولكن معرفش، وبعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم على صابر بالاعدام. ساعات كتير الثقة الزيادة عن اللزوم في الاشخاص اللي قدامنا بتودينا في داهية ونرجع نلوم نفسنا بعد فوات الاوان. فضروري جدا انك تبقى صاحي ومركز وما تديش الامان لاي حد مهما كان مين. وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم، هل الثقة الزيادة من زمان وهي بتودي في داهية، ولا احنا اللي بقينا عايشين في زمن صعب وكله فتن؟ هتابع كل تعليقاتكم ان شاء الله، مستني رأيكم في الكومنتات. ما تنساش تقول لي انت بتتابعني منين علشان اديك احلى تحية، وتعمل لايك واشتراك علشان ده بيساعدني جدا ان انا استمر. اشوفكم على خير، سلام.